النهاردة بعنوان ضمائر الفاعل. ومعنى ضمائر الفاعل يعني احنا بنتكلم عن الشخص اللي بيعمل الحاجة. طب ان انت وانت تعبان وانت متضايق وانت فرحان بتتكلم انجليزي كمان، سواء كنت دريان او مش دريان انت بتعمل كده. فانت وانت تعبان قاعد تجعر وعامل دوشة وتقول اي كأنك بتقول انا اللي تعبان يا خلق. هو يبقى كلمة اي معناها انا. يبقى أول ضمير من ضمائر الفاعل هو I. المتكلم معناها أنا. وخلي بالك إن I ضمير المتكلم بيعامل معاملة الجمع يا معلم. يعني بياخد جمع في معظم الأحوال ما عدا طبعا الماضي بتاع verb to be. I بتاخد was، والمضارع من verb to be I بتاخد am. يبقى أول ضمير فاعل عندنا هو مين؟ أول ضمير فاعل هو كلمة أنا I. طيب وأنت زهقان بتقعد تقول ومتضايق بتقول يو يعني أنت أو أنتم للمخاطب. وكأنك بتقول أيوه أنا زهقان منكم أنتم. يبقى يو معناها أنت للمخاطب. طيب ده واحد قاعد شغال يضحك وقاعد يقول هي. يبقى هو اللي بيضحك. يبقى هو يعني هي. يبقى كلمة هو اسمها ايه؟ اسمها هي. كلمة هو اسمها ايه؟ اسمها هي. بنفاجأ ببنت زعلانة وغضبانة. ليه؟ لأن البنت دي اسمها جيجي، فالناس قاعدة بتقول لها يا شيشي. يبقى شي يعني هي. يبقى هي يعني شي. هي يعني شي. أي بنت غائب اسمها شي، وأي ولد غائب اسمه هي. يعني إيه غائب؟ يعني هو أصلا بيعمل حاجة ومش مركز على اللي بيتكلم، أو هي بتعمل حاجة ومش مركزة على اللي بيتكلم. طيب البنت اللي اسمها جيجي بنقول لها يا بت انت عندك قطة. القطة بنقول عليها ات. يبقى ات يعني ايه؟ ات يعني هو او هي لغير العاقل. يبقى الشيء الغير عاقل بنعوض عنه بايه؟ اذا كان مفرد بنعوض عنه بات. يبقى القطة لما بنيجي نعوض عنها بنعوض عنها بايه؟ بات. معناها ايه؟ هو او هي لغير العاقل. طيب أنا ومعايا حد كمان قاعدين مبسوطين وقاعدين وبنضحك وبنقول وي. يبقى نحن يعني وي. أنا ومعايا حد كمان، ودي ضمير متكلم. طيب هما قاعدين بيلعبوا بلاي. هما يعني زي. يبقى هما معناها زي بيلعبوا بلاي. يبقى كلمة هما اسمها زي. في الآخر ما تنساش تشترك في القناة لأن اشتراكك بيبسطنا وتتابع معانا.